عشان كده الكتاب المقدس بيقول عاملين بالكلمة وليس سامعين فقط. The Bible says, be the doer of the word and not the hearer only. Not the hearer only, but be the doer. You have to do it. You have to implement it in your life. الحياة اللي بناخد من الكتاب ولا الحياة اللي نحن بنقراه من الكتاب، الكلمة اللي بنسمعها احنا ما نسمعها فقط، لكن نعمل بها، نعيش بها. ده الأهمية بتاعت الكلمة اللي نحن بنسمعها من الكنيسة، وده الأهمية بتاعت وجودك في الكنيسة، أو أنت بتجي الكنيسة عشان تسمع وتطبق الكلمة اللي بنسمعها من الكتاب المقدس. أنت لو بتجي ساكت وتسمع وتمشي ما بتطبق ما في فايدة، آخر تقعد في البيت ممكن تستفيد من حاجات تانية. لكن لو بتجي الكنيسة وترنم وتعمل كل حاجة بتاع الكنيسة وتطبق في حياتك، جود، ملكوت بتاع الله منتظرك، ملكوت الله هينتظرك. احنا اليوم عايزين نتكلم عن حاجة بسيط في رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس.